ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه دايما يا رب. اهلا بيكم في قناة وصفات سما. لو اول مرة تشوفي القناة شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي على اللايك سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد اول باول. تعالوا بقى معايا نشوف الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقه ازاله الشعر من الوجه بالطريقه الصحيحه وبنفسك، بدون ما تروحي لاي كوافير او اي مركز تجميل عشان تزيل الشعر، او تضطري تزيليه بالطريقه الغلط. لا، ان شاء الله هتزيليه بنفسك. ازاي؟ كل اللي هحتاجه معايا النهارده خيط زي ما انتم شايفين كده. هتجيبي قطعه من الخيط. انا جايبه قطعه من الخيط اهي. تمام. بنات كتيرة جدا كانت بتطلب مني ان انا انزل الطريقة دي عشان ما بيعرفوش يمسكوا الفتلة وما بيعرفوش يعني يمسكوها ويعملوا بيه ويزيلوا الشعر من الوجه. تمام. تبدأي ان انت تحطيها في الصباع ده، تلفيها كويس جدا عشان ما تفكش منك. تبدأي تجيبي الطرف التاني وتلفيه على الصباع ده التاني. زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ان انا الف بالطريقة دي، وابدأ ان انا امشيها على وشي بالطريقة دي كده. مش هتحتاجي، وانا طبعا بصي انا قافله صوابعي دولت وفاتحه بردك دي، وبتحرك الصباعين دول بس. تبداي ان انتي تمشيها على بشرتك بالطريقه دي. طريقه سهله وغير مكلفه، ومش هتخليكي تضطري ان انتي تستعملي اي حاجه غلط على بشرتك، واي حاجه مضره هتستعمليها بنفسك ومن غير يعني مش هتاخد معاكي اي وقت. تاني اعملها معاكم تاني. تبداي ان انتي تلفيها على صباعك، تجيبي قطعه من الخيط تلفيها على صباعك بالطريقه دي، تاخدي طرف الخيط وتلفيه على صباعك كده، وتجيبي الطرف التاني وتلفيه على صباعك بالطريقه دي كده. هما الصباعين دول بس اللي انا بشتغل بيهم زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. وهبدا ان انا الف بالطريقه دي، وهبدا ان انا امشي الفتله على بشرتي بالطريقه دي كده. انا تانية صوابعي كلها وفاتحه بردك الصباعين دول بس، والصباعين التانيين اللي انا بشتغل بيهم بالطريقه دي كده، وهمشيها على البشره بالطريقه دي كده. تاني اعملها معاكم تاني. تبداي ان انتي تلفيها على صباعك، تجيبي قطعه من الخيط تلفيها على صباعك بالطريقه دي، تاخدي طرف الخيط وتلفيه على صباعك كده، وتجيبي الطرف التاني وتلفيه على صباعك بالطريقه دي كده. هما الصباعين دول بس اللي انا بشتغل بيهم زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. وهبدا ان انا الف بالطريقه دي، وهبدا ان انا امشي الفتله على بشرتي بالطريقه دي كده. انا تانية صوابعي كلها وفاتحه بردك الصباعين دول بس، والصباعين التانيين اللي انا بشتغل بيهم بالطريقه دي كده، وهمشيها على البشره بالطريقه دي كده. تاني اعملها معاكم تاني. تبداي ان انتي تلفيها على صباعك، تجيبي قطعه من الخيط تلفيها على صباعك بالطريقه دي، تاخدي طرف الخيط وتلفيه على صباعك كده، وتجيبي الطرف التاني وتلفيه على صباعك بالطريقه دي كده. هما الصباعين دول بس اللي انا بشتغل بيهم زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. وهبدا ان انا الف بالطريقه دي، وهبدا ان انا امشي الفتله على بشرتي بالطريقه دي كده. انا تانية صوابعي كلها وفاتحه بردك الصباعين دول بس، والصباعين التانيين اللي انا بشتغل بيهم بالطريقه دي كده، وهمشيها على البشره بالطريقه دي كده. تاني اعملها معاكم تاني. تبداي ان انتي تلفيها على صباعك، تجيبي قطعه من الخيط تلفيها على صباعك بالطريقه دي، تاخدي طرف الخيط وتلفيه على صباعك كده، وتجيبي الطرف التاني وتلفيه على صباعك بالطريقه دي كده. هما الصباعين دول بس اللي انا بشتغل بيهم زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. وهبدا ان انا الف بالطريقه دي، وهبدا ان انا امشي الفتله على بشرتي بالطريقه دي كده.
انا تانية صوابعي كلها وفاتحه بردك الصباعين دول بس، والصباعين التانيين اللي انا بشتغل بيهم بالطريقه دي كده، وهمشيها على البشره بالطريقه دي كده. يا رب النهارده اكون افدتكم، ويا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنسيش اللايك والاشتراك عشان يوصل لاكبر عدد من البنات يستفادوا منه، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.